like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when the nothing shines upon, then you show your little light. Greetings and welcome. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج ضد السحر. في أسئلة كتير جات على البرنامج. الناس بتسأل عن موضوع البنت اللي متأخر في الجواز. مش شرط يكون في عندها جن، بس احنا هنتكلم في حاجات كتير أوي النهاردة بالنسبة للجواز. هنبدأ الحلقة احنا الأول في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا في موضوع فك السحر والتحصين. الحلقة دي بأمر الله هنتكلم في مسألة الجواز. مش كل بنت تتأخر في الجواز شوية هيبقى عندها سحر. طيب هل في آيات بدل جلب الحبيب اللي الناس بيعلنوا عنه ده؟ في آيات في القرآن في كتاب ربنا؟ في آيات، في صور موجودة ان احنا المفروض نقرأها وربنا يسهل علينا لو في نصيب. ربنا بيسهل الامور. اولا هنبدأ بسورة الانشراح. البنت اللي يعني متأخرة في الجواز شوية هتتوكل على الله، هتقرأ سورة الانشراح، ألم نشرح لك صدرك. هتقرأها كل يوم في صلاتها، وهتقرأها بعد صلاة العشاء 7 مرات بنية شرح صدر ولاد آدم لها. ده بالنسبة للبنت اللي اتأخرت في الجواز. بالنسبة للولد اللي اتأخر في الجواز هيقرأها نفس الصيغة بشرح صدر بنات حواء له. أيا كان بقى بنات آدم بنات حواء، بس هو الموضوع هنقرأ ألم نشرح لك صدرك. ده لو في تأخير في الجواز، البنت اللي ما جاش لها فرصة في الجواز هتقرأ ألم نشرح لك صدرك. فربنا يسهل الأمور علينا جميعا. لكن أي حد هيكون عنده جن أو عنده أي نوع من أنواع السحر، قبل ما يقرأ ألم نشرح لك صدرك هيقرأ المعوذتين. يقرأ الفتحة الأول والمعوذتين، بعد كده ربنا يسهل عليه الأمور ويقرأ ألم نشرح لك صدرك. وأهم حاجة يعني بنحذر فيها كل مرة إن إحنا نطهر البيت بالملح والزهرة. زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت، ملح والزهرة أهم حاجة لتطهير البيت من الجن ووقف أي سحر وإبطال أي سحر وحرق أي حاجة وحشة في البيت. الملح والزهرة اللي احنا اتكلمنا عنهم في الحلقات اللي فاتت. فاحنا النهارده التساؤلات كلها عن موضوع الزواج. في ناس كتير اتجوزت وما حصلش نصيب، طب وعايزين يرجعوا، ألم نشرح لك صدرك. في ناس كتير في مشاكل في بيتها مع الزوج والزوجة، بين الزوج والزوجة، هيقرأوا ألم نشرح لك صدرك بنية شرح صدر فلانة بنت فلانة لفلان ابن فلانة. يعني هو لو زوج هيقرأها لمراته، هيقرأها كاملة بنية شرح صدر فلانة بنت فلانة. ولو العكس هتقرأها بنية شرح صدر فلان ابن فلانة. ده ألم نشرح لك صدرك. دي خلصنا من البند ده لو في مشاكل بين زوجين او بين 2 مخطوبين او تسهيل للجواز. الصورة دي كويسة جدا وانا مجربها كتير مع ناس كتير، والحمد لله ربنا وفق وبقى كويسين. الحاجة التانية اللي هنتكلم فيها، ناس سألونا عن الرزق. هو رزق بأمر الله وبيد ربنا، مش بإيد واحد شيخ ولا عراف. من ذهب إلى عراف فهو كافر. احنا مفيش حد يجيب رزق لحد. الرزق بيد ربنا لوحده، مش بيد حد. فاحنا لو احنا اتكلمنا عن موضوع الرزق، اللي ما يعرفش يقرأ سورة الواقعة يشغلها في بيته ويقعد يسمعها ويكررها. حلوة عشان الرزق. ماشي. برضو لو قرأنا آية الكرسي كويسة جدا للرزق، كويسة جدا. لو قرأنا فاتحة الكتاب واحنا خارجين ناويين على أكل عيشنا، الحمد لله بتبقى كويسة جدا ومجربة وكويسة.
دي حاجه. الحاجه التانيه بالنسبه لما يكون واحد محبوس، ناس سالوا يكون واحد محبوس نقرا له ايه؟ هنقرا سوره يوسف، بتفيد المحبوس جدا وربنا بيفك كربه. كل الصور ديت اللي بنتكلم فيها، لو حد عايز يعمل هيعمل بها. اللي عنده المقدره، البنت اللي عايزه تتجوز وقرأت ياسين 7 مرات، عندها المقدره انها تقراها، ربنا يبارك وربنا يوفقها بامر الله. ياسين، بركه ياسين، بركه ياسين كويسه، ولو حد عنده استعداد يقراها يقراها كويسه، وبتفيد لكل حاجه، للزواج وللرزق وكل حاجه. بس الصور المخصصه للرزق سوره الواقعه وآية الكرسي كويسين جدا للرزق. دي في ناس كتير اتسألت في موضوع الرزق، وده اللي عندي نقدر نقوله، والحمد لله كويس ويعني تعاملنا بيه مع الناس كلها والحمد لله كويسين. طيب في عندي حاجات تانية. لو احنا قلنا تعريف كلمة روحاني الأول، لأن أنا مكتوب عندي الروحاني المصري ياسر عبد العظيم. لو قلنا كلمة روحاني، هو في روحانيين كتير قوي في مصر، واقوى من المغاربه واحسن من المغاربه، في روحانيين كتير. بس ما بتكلمش عن الروحاني اللي بياخد فلوس، انا بتكلم عن المتصوفين. متصوفين روحانيين، المتصوفين ناس كويسه. هنتكلم عن الطريقه العصبيه، ناس كويسه. في طرق كتير قوي. الناس تعرف ربنا، وناس بتذكر ربنا كتير، وده مفهوم كلمة روحاني. طيب هل في روحانيين مسيحيين؟ في روحانيين مسيحيين. كلمة روحاني ما ترتبطش بشيخ، ترتبط بأي حد سواء مسيحي أو مسلم. ده كلمة الروحاني، يعني مش نقول روحاني يبقى مسلم، لا، في روحانيين مسيحيين عندهم روحانية، ما فيش فيها مشكلة، وأقوى من المغاربة. الروحانيين المسلمين أقوى من المغاربة. في ناس كتير. احنا بنقول في فرق بين كلمة روحاني وفرق بين كلمة ساحر. الساحر ده اللي هو بيقول أنا بجلب الحبيب وبجلب الرزق وبجلب وبجلب وبجلب، وده أنا واقف له. أنا بتحدى أي واحد. وأنا النهاردة من خلال قناة الABC، أنا كنت بقعد قدام الكاميرا قبل كده، واعذروني لأن أنا ما قعدتش قدام كاميرا، أو أنا ما باجيش مرتب كلامي إن أنا أجي أقوله. لا، الكلام اللي أنا بقوله دوت يعني بيجي الوقت، مش جاي مرتب حاجه ان انا اقولها. فعشان كده اعذروني، لان ده برضو مش اكل عيشي. انا بعالج، بس انا بتاع فعل مش بتاع كلام. في ناس بتتكلم حلو قوي احسن مني 1000 مره، لكن انا بتكلم في اللي يفيد الناس، في اللي يفيد الناس. النهارده بكشف الستار وبقول اي حد مغربي، اي حد ساحر او عايز يتكلم في سحر يكشف عليا. انا قاعد قدام الشاشة ويكشف عليا ويعرف انا اسمي ياسر عبد العظيم وانا من المنصورة. يعرف شايل الستارة. طبعا الاخوة المشاهدين مش عارفين يعني ايه الستارة ويعني ايه. لا، انا معايا خدمة روحانية، دي ناس جاية من عند ربنا لفك الاذى عن الناس، فك السحر، ما لهمش اكتر من كده. فالناس دي موجوده معايا الوقت حاليا، وبقول للجماعه المغاربه وبقول للسودانيين، بقول لهم اكشفوا عني، انا قدام منكم اهو، واعرفوا قوتي قد ايه. قوه الناس اللي واقفه حواليا اللي انتوا هتعرفوا تشوفوهم، انتوا مش هتعرفوا تشوفوهم خالص، لكن لو فيكم حد يعرف يشوفهم، انا قاعد اهو. مش هيشوف الناس اللي حواليا غير حد محترم. بخصوص الناس اللي شغاله، يعني انا شفت برنامج على شاشه التلفزيون، واحد شغال بالورقه والقلم، ده بيسحر. ده بيسحر، اللي شغال بالورقه والقلم ده بيكتب طلسم، ده بيسحر. طب وبعدين يعرف يعمل ايه؟ سمعت ان هو داخل عشان يطهر مكان من الجن، فوقف ما يقدرش يدخل، لان الجن اللي في المكان اقوى من الجن اللي هو داخل بيه، فما ينفعش يدخل يعمل ايه؟ فبيضطر ان هو يرجع عشان ما يحرجش نفسه وما يهينش نفسه، والجن اللي بيشتغل بيه يموت.
اللي هو شغال بالورقه. لكن انا من خلال الشاشه بقول لكم اي بيت في مصر، اي بيت بره مصر فيه جن، اتصلوا عليا وانا هطهره. غير ان انا اطهره، مش محتاج ان انا اجي اطهره، بشويه الملح هيطهر من غير ما اجي. اللي عايزني اجيله وعايز اي حاجه هيكلمني، هيكلم القناه، انا هاجيله لغايه عنده. لو بس انا عايز حاله تستدعي ان انا اقوم من مكاني، ان انا اجي لها، زي البيوت اللي كانت بتولع ديت، مش مستاهله. اي حاجه من دي مش مستاهله. اي حد راكبه جن مش مستاهل. اي جن اذى حد، انا بتكلم قدام الكاميرا، انا هحاسبه. اي حد مأذي يكلمني، اي حد عليه جن بيتحبس بامر الله. مجرد ما بيكلمني بيتحبس بامر الله تعالى. ف يعني ربنا يسهل اموركم، وفاصل وهرجع لكم بامر الله. Twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when the nothing shines upon, then you show your little light. Greetings and welcome. ورجعنا تاني لكم اعزائي المشاهدين، ومعانا اتصال تليفوني. الراجل ده هيشرح حاله كنا فيها في بلد جنب ديار شرقيه. الو. ايوه يا باشا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا عم الحاج؟ ازيك يا حاج ياسر؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. والنبي يا عم ابراهيم بعد اذنك، الحاله بتاعت الشرقيه عايزك تحكي للجماعه الساده المشاهدين عليها. حاضر. ايه اللي كان فيها وايه اللي حصل وايه اللي تم، وانا اخدت من الناس ايه؟ ممكن؟ يعني نروح ناس قعدنا هناك، راجل تعبان ورحنا له في الشرقيه، حتى اسمها صاليه والصواني. الصواني اه. فرحنا هناك قعدنا، فهاتوا الراجل يا جدعان اللي تعبان، قال لك عايزين 20 واحد يجيبوه. المهم الحاج ياسر قال لهم طيب واحد بس يروح يجيبه بعد 10 دقايق واحنا قاعدين. قال لهم طيب كنا قاعدين في بيت ناس غريبه عن بيتهم، عند عمه. قال لا يروح بيتنا. الراجل ده كان بيخش الحمام والحمام ملوش الا باب واحد، والناس قاعدين قدام الباب يجوا يدوروا عليه ما يلاقوهوش في الحمام، يلاقوه في الشارع. بيطلع ازاي؟ ما حدش يعرف يطلع ازاي. فالحاج ياسر راح باذن ربنا كده وشوف الراجل، وبعد ما كان الراجل في مدين ربنا هو الشافي، وصوت متغير خالص. يعني صوت لما اكون كررت واحد في عيني، صوت خرافه يعني يزعج الواحد وهو قاعد. باذن ربنا كده الراجل قام وصلى، وكان بيسمع القران بالذات، يسمع الاذان اسمه اتنفض. الحمد لله. وقام الراجل جه وصلنا لغايه عربيتنا وبقى تمام التمام. الحمد لله الحمد لله. طب انت يا حاج ابراهيم، انت حضرت معايا حاله تانية بتوع الناس ليبيين. الناس الليبيين دي كانت حادثه عند دكتور غضروف. وعند ناس يعني جيران لواحد صاحبنا، فطلعت لي يا حاج احنا حاجتين عند دكتور الغضروف، طب بس هاتي كده نشوفه. فالراجل جه يقعد على الارض كده ما يقدرش يقعد، يشوف كوبايه الشاي في ايده وعايز حد يساله، مش قادر يتحرك لا شمال ولا يمين. برضه باذن الله كده الحاج ياسر قال له طب بس تعالى كده وريني ظهرك، ظبط له ظهره، قوم وقف اقعد، قوم وقف اقعد، قوم وقف اقعد، يجري. ما كانش بيقدر يشيل حاجه. شال مين؟ خليته شال مين يا عم؟ خليته شال مين يا عم ابراهيم؟ ايه؟ خليته شال مين؟ خلاه يشيل مراته، ما كانش بيقدر يشيل الكرسي اللي هو يقعد عليه. وبعد ما يشيل مراته
قوم اقعد وقف، قوم اقعد وقف. شالها ولا لا؟ وبقى زي الفل. ومراته اخرى برضه ظهرها كان تعبها برضه، قال له ده شوف مراته ظبط ظهرها برضه ما شاء الله. طب كتر سابوا خير. الحاج، سابوا الحاج عند الدكتور وسافروا لجي. بسم الله ما شاء الله. شكرا يا عم ابراهيم وكتر الف خيرك، وشكرا لحضراتكم. دي كان في حالة في بلد جنب ديار بنجم اسمها الصويني بالتحديد، والحالة دي كانت حالة كبيرة وحالة صعبة. اما رحنا فلقينا الناس قاعدين بيتكلموا، كل البلد بيتكلم عن الحالة ديت. فدخل الراجل اللي مستضيفنا في بيته وقعدنا، فرجنا على الحمام. الحمام ما كانش فيه مكان لحد يخرج منه، وهم قفلوا البوابه والرجاله كلهم وقفوا قدام الباب. قال اعمل حمام، دخل يعمل حمام. خرج منين ما يعرفوش، هم كلهم واقفين قدام الباب، قدام باب الحمام وقافلين بوابه عشان هو ما يزقهمش ويخرج. دوروا عليه، ده اللي اتحكى لنا من اهل البلد كلهم، لانه يعتبر كانوا اهل البلد كلهم موجودين، وكنا في فرح، كان عندهم فرح يوم ما طلبونا، كان عندهم فرح. فسمعت عن حاله بتختفي، رحت للناس ديت والحمد لله. كان بيسمع قرآن بيكسر الدنيا كلها. هو قام صلى وقام حمد ربنا واستغفر ربنا وجه معانا، وصلنا لغايه عربتنا. ومعانا اتصال. الو الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ ياسر. ازيك يا حاج محمد، اخبارك ايه؟ شيخ ياسر الحمد لله والله. انا عرفتك من صوتك يا محمد. نعم. عرفتك من صوتك اهو، ممكن تعلي صوت شويه؟ ايوه سامعك انا كويس كده. اتفضل يا محمد. انا عايزك تحكي للساده المشاهدين عن الحالات اللي انا عالجتها عندكم واخدت منهم ايه. الشيخ ياسر حضرتك راجل مشكور، يعني احنا طلبناك بكشف اثنين عندنا في الشرقيه في هي. والشيخ ياسر الحمد لله اجى عالج الحالتين عندنا. علي صوت شويه يا محمد والنبي. بقول الشيخ ياسر اجى عالج عندنا حالتين في البلد. والحمد لله ما خدش منهم حاجه، يعني راجل مشكورا. حتى مواصلاته كانت على حساب عربيته الخاصه، ويجي عندنا هي وعالج واحده عندنا كانت ملبوسه. والحاله الثانيه كان نسيبي بيمشي في الدنيا كده ومش عارفين في ايه. فهي الشيخ ياسر برضه شافه والحمد لله كويس وتم التمام. الحمد لله. والحاله الثانيه كانت ست وضع عندنا في البلد، وهي الشيخ ياسر عالجها والحمد لله وربنا شفاها وكرمها. الله الشافي. وكل اللي عرفوا ان الشيخ ياسر ما كانش هيعمل حد ولا خد حاجه منا. وراجل مشكورا جابلنا مره في بيته وجالنا مره مرتين شديد. ربنا يبارك لك يا عم محمد، ربنا يبارك لك ويديك الصحه. وربنا يزيدك الشيخ ياسر من فضله يا رب. الله يخليك يا محمد، الله يخليك. سلم لي على الجماعه عندك وربنا يبارك لك فيهم ويخليهم لك. الله يكرمك. شكرا يا محمد، شكرا. الاخ محمد من هي شرقيه، كان في عندهم ناس كتير مأذيه من الجن، فطلبوني ورحت قعدت هناك. الحمد لله الناس كلها بقت كويسه ومشكلهم اتحلت وموضوعهم خلصان. اعزائي المشاهدين، بعد ما سمعنا الاتصالات اللي جات لنا هنتكلم في موضوع الراجل، الناس اللي بيجين اللي كانوا جم دول. موضوع الظهر ده بيتعالج زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت. بنجيب زيت زيتون وما فيش فيه اي حاجه، لو قدرنا نقرا عليه الفاتحه بس ونيجي نمسك الظهر، نمشي ايدنا بين الفقرات وبعضها، زيت دافي ندعك بيه الظهر، وبعد كده نيجي بين الفقرات وبعضها نفك الفقرات واحنا طالعين لفوق من تحت لفوق، ونقرا عليه الفاتحه بس، وفي كل فقره بسم الله الشافي بسم الله الشافي لغايه فوق. والزيت اصلا زيت الزيتون مبارك ودي فوائده. موضوع الناس اللي بتستخدمه ويقولوا زيت مغربي، ده مش زيت مغربي، ده هو زيت زيتون وبيجيبوه
من عند العطار، ويقولوا جاي بدولارات، لكن هو ما بيجيش بدولارات ولا حاجه، هو جاي من عند العطار، وبتقرا عليه وربنا يسهل الامور. اي خشونه في الظهر بيشيلها، في اي حاجه بين الفقرات وبعضها. بس لازم بعد ما الشخص يتعمل له ظهره ويدعك ظهره شويه جامد بزيت زيتون سخن، يلبس اي كيس فوق الهدوم الداخليه وينام بيه ليله كامله عشان يعرق. وهو بيفتح الكيس تاني يوم يخلي باله عشان البرد، يفتح حته حته. ده موضوعنا كده، موضوع الزيت خلص. بالنسبه لاي موضوع تاني يخص السحر، ارقامي على الشاشه. اي حد بيعرف ساحر، بيعرف ان حد بيأذي، يكلمني ويقف قدام بيته، اربط الجن اللي عنده. انا قاعد عشان احاسب الجن، احاسبه في الدنيا وربنا هيحاسبه في الاخره. اي جن بيأذي بني ادم، بيأذي انسي، انا جالي تليفونات كتير وجالي ناس بتكلمني كتير، وفي تهديدات جايه. انا في دماغي الناس اللي بتكلم، وانا النهارده بقول انا كشفت الستاره على الناس اللي حواليا. انا معايا جن، بس جن مسلم، مش جن يهودي ولا جن كافر. انا معايا جن جاي للخير، لا بحضر ولا بصرف، ده انا بسمي بسم الله بيكونوا جنبي. خدمه روحانيه. اللي يعرف من الجماعه اللي بيشتغلوا بالسحر يعرف يكشف عني ويشوف الناس اللي حواليا ايه. وبنقول لحضراتكم اي بيت فيه مشكله جوه مصر او بره مصر، انا تحت امركم، وتليفوناتي قدام منكم، وما عنديش اي مشكله، وتليفوني ما بيتقفلش 24 ساعه، شغال طول الاسبوع. اسمي على الفيس ياسر عبد العظيم. اي حد عنده مشكله محرج يتكلم يكتبها على الواتس. ومشاكل ما بنقولهاش، يعني في مشاكل كتير جت بعد الحلقه وردنا عليها والحمد لله ربنا كرم. في اللي اتكلم منهم وحب يتكلم، وفي اللي ما محرج يتكلم، لان تبقى مشاكل عائليه ومشاكل بيوت ما ينفعش نجيبها بره. واشوف حضراتكم في الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Above the world so high, like a diamond